دايما بيتقال ان الدم عمره ما يبقى ميه مهما كبر الخلاف والخناق ما بين الاخوات، وان الزوجة هي السكن والدفء للبيت وعمود الحياة بالنسبة لجوزها. ولكن الواقع بيكسر كل القواعد دي بطرق لا يمكن اي حد ان هو يتخيلها. سمعنا عن اخوات بيقتلوا بعض بسبب خلافات عائلية وخلافات على الورث، وازواج الظروف بتحطهم في مواقف غدر احيانا، ولكن ان الشيطان يتحد مع الشهوة علشان يحاول الاخ لقتل اخوه، دي اللي حاجة غريبة جدا ومش طبيعية. يا ترى ايه اللي حصل في قضية النهاردة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض خلال الفيديو. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ عايزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتذكر الله وتقول لا اله الا الله. انا محمود طارق وده برنامج الحكاية ببساطة. بتبدأ حكايتنا في قرية تبع محافظة الجيزة بيتولد فيها 2 اخوات، كامل راشد واحمد راشد. كامل كان هو الضحية واحمد كان اخوه الكبير. احمد اتجوز قبل كامل واختار بنت كانت مناسبة جدا لحياته، عجبته وراح متجوزها. وبعد كام سنة بيجي الدور على كامل اخوه اللي بيتعرف على واحدة اسمها بشاير عبد الحميد، وهي دي اللي هتبقى محور القضية اللي هتهز الرأي العام. بسبب صعوبة المعيشة وغلاء الاسعار احمد بيقرر ان هو يسافر على السعودية علشان يشتغل، وبعدها بفترة بيبعت لكامل اخوه علشان يشتغل معاه. عاشوا هما الاتنين مع بعض في شقة واحدة وكانوا بياكلوا من نفس الطبق وعايشين تحت سقف واحد. كان كامل بيبص على احمد اخوه ان هو اخوه الكبير وكان الظهر والسند، وكانوا كل سنة بينزلوا مصر لعيلتهم وكانوا بيجيبوا لهم معاهم هدايا. وعلشان الشيطان مش بيسيب اي بيت في حاله، الشيطان بيوسوس لاحمد وبيبص على مرات اخوه كامل. في البداية كان الموضوع كلام معسول ومكالمات وغرام، وبعد كده الموضوع اتطور لكلام اكتر خصوصية بعيد عن عين الناس. وفي يوم من الايام احمد بيقرر ان هو هيرجع مصر ويشتغل في بلد جنب بلده، كامل في السعودية في الغربة لوحده. اول ما احمد وصل قابلته مرات اخوه بالاحضان، ومن وقتها بقوا يتقابلوا بعيد عن عيون الناس ومشيوا مع بعض في العلاقة المحرمة من غير اي شعور بالذنب نهائي، وما كانش فيه اي احساس عندهم بالغدر تجاه الراجل اللي متغرب. قعدوا شهور مستمرين في العلاقة المحرمة، وبعد فترة كامل بيقرر ان هو ينزل مصر علشان اهله ومراته ووحشوا اخوه السند والظهر والامان. ولكن رغبات اخوه الكبير ومرات اخوه ما وقفتش، وما حطوش اي اعتبار لرجوع اخوه من السفر. ومع الوقت وجود كامل بقى عقبة واقفة قدام علاقتهم المحرمة، فحطوا خطة شيطانية جدا علشان يتخلصوا منه، ولا راعوا اي دين ولا ضمير. وبقى الهدف المشترك ما بينهم ان هم ازاي يخلصوا منه. وهنا قلب الزوجة بيتحول لحجر، خانتها مشاعرها ناحية جوزها اللي كان بيسعى علشان يعيشها عيشة كريمة. ولكن اللي اغرب من كده ازاي الاخ يبقى هو اللي قاسي على اخوه بالطريقة دي. المفروض ان هو لحمه ودمه وان هم المفروض كبروا مع بعض وتربوا مع بعض، ولكن للأسف واحدة ست هي اللي عملت فيهم كده. في ليلة الجريمة راحت الزوجة لمحل حلويات، جابت من هناك قطعتين جاتو، وبعد كده راحت على العطار جابت من عنده سم هي اللي مختاراه مخصوص. وبعد ما رجعت البيت حطت السم في الجاتو وظبطت خطتها زي ما هي عايزة، وما بقاش فاضل غير تنفيذ الخطوة الأخيرة. بدأت إن هي تلبس له حاجات حلوة وتتزين له علشان تبين له إن الليلة حلوة وجميلة زي ليلة أي زوجين مشتاقين لبعض، ولكن اللي كان في قلبها كان كله سواد. قربت منه بالراحة وطلبت منه إن هو ياكل الجاتو، واكلته واحدة ورا التانية. وبعد كام دقيقة بالظبط بدأ كامل ان هو يصرخ من كتر الوجع اللي في بطنه، وبطنه بقت بتتقطع والسم عمال بيفرتك في جسمه بدون رحمة. بعد كده الزوجة كلمت اخوه الكبير علشان يجي بسرعة، دخل بسرعة ومسك شال لفه على رقبته وفضل يخنق فيه بكل قوة لحد ما لفظ انفاسه الاخير. بعد الجريمة بدأوا هما الاتنين يفكروا هيعملوا ايه. بدأ احمد يكلم حد من قرايبه علشان يجوا معاه ينقلوه المستشفى، وكان فاكر ان العملية سهلة وهتعدي بدون شكوك، ولكن الدكتور لقى على رقبته علامات حمراء خلاه
يتحفظ على الجثة وينقلها للطب الشرعي. وجه تقرير الطب الشرعي اللي أكد إن الوفاة مش طبيعية، وإن هم قدام جريمة بشعة، وإن الوفاة بسبب تسمم وخنق. راحت كل الاتهامات ناحية الزوجة وأخوه باعتبارهم إن هم آخر 2 كانوا معاه، وفورا بيتم القبض عليهم وبدأت معاهم التحقيقات وابتدوا إن هم يسمعوا أقوالهم. ومع ضغط التحقيقات طبعا انهاروا هما الاتنين وابتدوا يعترفوا بتفاصيل الجريمة، بداية من العلاقة المحرمة لحد التخطيط وتنفيذ الجريمة بالكامل. ولما جم يستجوبوا الزوجة عن ازاي ان هي تعمل كده في جوزها اللي هو ابو عيالها، اعترفت ان هو ما كانش حارمها نهائي من اي حاجة خالص، ولكن قلبها كان بيميل ناحية اخوه وشايفاه ان هو اقرب لقلبها منه. وبعد سماع اقوالهم هما الاتنين بيتم احالة اوراقهم لفضيلة المفتي علشان يتحكم عليهم بالاعدام شنق، علشان الحكاية ما تنتهيش بموت راجل بريء بل موت كل معاني الانسانية. مات الاخ وعمره ما كان يتخيل ان الطعنة كانت ممكن تجيله من اقرب الناس ليه، من مراته وام عياله ومن اخوه الظهر والسنة. مات وما كانش يعرف ان اخر حاجة هيدوقها هي الجاتوه، ولكنه ده طعم الغدر والخيانة. ولحد هنا يا جماعة بيكون فيديو النهاردة خلص. بشكركم جدا على المشاهدة واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وقضية جديدة.